السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في الدهرية. هنا هيكون بقى مكان محطة الدهرية، الجزء الفاضي ده، والخوازيق بقية الأعمدة لغاية محطة بكوس. خلصت الخوازيق وشغالين في جزء من الأعمدة هنبص عليها واحنا ماشيين كده. هنا برضو الجزء ده التكملة لغاية قبل محطة سيدي جابر، قبل ما ينزل سطحي هيبقى فيه طبعا جزء علوي برضو عشان يدخل منه على ورشة العمرات الجسيمة. هيبقى علوي طبعا، الدخول على الورشة علوي على الشمال عشان ما يبقاش فيه تقاطع مع القطر الطوال يعني اللي هو سطحي. فربنا يكرم ونشوف الموضوع ايه من الناحية دي، وصلوا لحد فين. هنا طبعا الظهرية، طبعا متوقع كل المحلات دي في وقتها طبعا زي ما بيحصل في فيكتوريا. حاليا بدأوا شوية كده إزالة، هما ما بيشيلوش غير لما يحتاجوا مكان عشان يشتغلوا فيه أو يأمنوا الموقع العمال والناس اللي معدية. فطبعا ساعتها بيضطروا بقى يشيلوا الحاجات اللي في حرم القطر يعني. إنما حاليا الوضع كما هو عليه لغاية ما يحتاجوا الفضاء والمكان يعني. طبعا لك أن تتخيل بقى لما المحلات دي كلها تتشال وهيبقى في بعض المحلات كمان في مسافة لغاية الأعمدة بتاعت المسار المترو، مسافة كبيرة يعني. الشارع ده هيبقى ممكن يوصل لضعف عرضه حاليا. داخلين على شارع سينما ليلى. والمترو طبعا متوقع انه يغير اسكندرية 180 درجة، يعني يغير اسكندرية فعلا 180 درجة للأحسن، بدل ما هي كانت عمالة كربس وزحمة والناس ماشية تخبط في بعضيها. على الأقل هيبقى في أماكن الناس تمشي فيها،
سواء ماشية على رجليها ماشية بعربيات. ده غير بقى مزايا المترو السريع، الناس تقدر تعدي تحت المترو في أي مكان. الحاجة ادي شارع سينما ليلى. بص الزحمة، بص الزحمة، خلي بالك. ادي الخوازيق خلصت هنا وهنا لغاية محطة بكوس. كل ده جاهز على انه يتركب عليه الاسطمبات ويكملوا بقى الشغل، انه يتعمل الاعمدة وزي بقية المناطق يعني. فنبص من الناحية التانية نشوف ايه اللي بيحصل وننهوا الفيديو بتاع النهاردة. طبعا كمية قمامة يعني اللي يشوفها كده يقول بقالها أسبوع ما اتشالتش، هو تلاقيها بيشيلوها مرتين 3 في اليوم، بس الناس كتيرة والزحمة هيترمى فين؟ لازم يرموها في مكان ما. ايه على كل حال ان شاء الله ده كله يتغير بمجرد افتتاح المترو. المساحات دي كلها تضاف للشارع والشوارع، يبقى واسع على الناس. بصينا جوه كده هتلاقي مساحة كبيرة. مش باينة طبعا، مساحة كان فعلا كبيرة، هتعمل فرق مهول. أهم حاجة إن المحلات والمباني دي كلها بقت على الشارع، بعد ما كان لو فاكرين كان هنا المنطقة دي كلها لغاية شارع سينما ليلى وبعديها الجزء اللي بعديها كمان كانت كل ده مباني قافلة المية والهواء عن الناس. طبعا كل ده هينضف ويتظبط والشوارع هتتسفلت والكهرباء هتتظبط والأرض هتتسفلت، يعني هتبقى حاجة تانية. عشان كده بنقوله 180 درجة، يعني عكس الوضع اللي هو عليه حاليا. كل ده هيتغير إن شاء الله بمجرد الانتهاء من المترو. عايزين بس نبص بصة الناحية التانية نشوفوا إذا كان في شغل الناحية التانية بين بكوس وغبريال. ادي شارع السوق، شارع بكوس ومزلقان بكوس، والزحمة بتاعت الأزلية بتاعت كل يوم. لا مفيش هوا. علق ايد الرفيسة للمساحة 2 ب5.
ادي سوق بكوس. ادي المنظر من الناحية دي اهو. الناحية دي مفيش حاجة لسه. يلا انا كنت عايز اعدي كده وسط السوق، مش هينفع لان الزحمة جامدة. وهنا في منطقة الهلال الأحمر معروفة، والسوق مش فاكر كان اسمه ايه، هو السوق بكوس يعني. ربنا يكرم وان خلصوا الفيديو على كده. انا كنت عايز بس اشوف ناحية نعملوا فيديو تاني بقى نشوفوا غبريال والوضع فيها لان انا كنت عديت مرة على الرمل الميري، ما فيش، هما بس بيظبطوا الارض ويسووها وبتاع عشان كده هنقفلوا الفيديو. خلصوا النهارده كده. جبنا من منطقة الظهرية البكوس. يعني المنطقة طبعا معروف شعبية، يعني زحمة ودايما فيها حركة ومشغولة المنطقة هنا. فهنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. وما تنسوناش بالاشتراك واللايك والشير. والله الدنيا حرة والنهاردة الحد 9 مارس. امبارح كان صواريخ والنهارده حر، فجو امسير بقى. فاضل له يومين اهو ويخلص، فيعدي بقى بألف سلامة. فما تنسوناش في الاشتراك، الله يكرمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.